معلش يا دكتور مصحيه حضرتك لحد دلوقتي، بس انا جات لي حته فكره طاقه وما ينفعش تستنى لحد الصبح. ايه رايك لو حطيت الخناقه الثالثه مكان الاولى والخناقه الثانيه مكان الرابعه؟ بيتهيألي كده الرساله هتشعل النار. لا والله يا دكتور، للاسف لحد دلوقتي مفيش اي خناقه انتهت بموت العريس او العروسه. طب راي حضرتك ايه؟ استنى كده لحد ما الاقي علقه موت تشعل الدنيا، ولا انهي الرساله على كده؟ لا كده كتير بقى. طيب بقى انا اسفه يا دكتور، هكلم حضرتك الصبح. في حفظ الله، في حفظ الله. مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. ايه يا اخي؟ ايه كده كسفتني قدام دكتور زغربان؟ ده المفروض تتكسفي اصلا بتكلمي حد اسمه زغربان. المفروض تتكسفي مني انا ان من ساعه ما اتجوزنا وانت رضعاني في الصاله. ده انت مفتري افترا، انت نص اليوم في الصاله والنص التاني في المطبخ. ما تجيبليش سيره المطبخ، ما تقوليش اسمه قدامي. انا اللي غلطانه، قلت لك من الاول ما ينفعش نتجوز دلوقتي، كان المفروض استنى لحد ما اخلص رساله الماجستير. بقول لك ايه، انا لا هستنى تاني ماجستير ولا هستنى تاني في الصاله. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ اعمل هاخد هدومي وهسيب لك البيت ومش هتعرفيه طريق جوه. انت قد الحركه دي؟ قدها. وبعدين دي مش هدومك اصلا، انت هدومك مرميه بره في الدولاب في النيش. ماشي، انا هجيب هدومي من النيش وهسيب لك البيت وانا نازل على السلم هقول للناس كلها ان انا طفشان منك ومن عمايلك. مش ده برضو التليفون اللي خلتني اشتريه لك النهارده؟ ايوه هو. طبعا مش عايزني اسالك انت كنت شاريه لمين، ها؟ يا حبيبتي عشان متفق من اول يوم ما بحبش الاسئله الكتير. وده بقى من اول يوم في الشركه وانا سكرتيرتك، ولا من اول يوم هنا وانا مراتك؟ مش تفرق كتير. عندك حق، انا اصلا عمري ما حسيت ان انا مراتك بجد. انا مش فاهم في ايه، هو انت مش طلبتي نكتب الورقه وكتبناها؟ ورقه من غير شهود وبنسخه واحده بس ومعاك انت لوحدك. هتفرق بقى معايا النسخه ولا معاكي؟ هتفرق، علشان يوم ما هتقطعها مفيش اي حاجه هتثبت حقي. حته الورقه دي بقى هي اللي تثبت لك حقك. امال ايه يعني اللي هيثبت حقي؟ ان اكون سعيد معاكي، لكن مش كل ما تشوفيني تفتحي لي تحقيق. ده الملف اللي طلبتيه من شركة الشواربي، أنا جبته لك امبارح بس كنت مشيتي. كنت فاكراهم هيبعتوه مع حد من عندهم. لا، ما هم يعرفوني. منين؟ يعني كنت هشتغل عندهم بس ما حصلش نصيب. طب الحمد لله. الحمد لله إن ما حصلش نصيب. لا ما اقصدش يا عيسى، بس لو كنت اشتغلت معاهم ما كنتش هتشتغل معايا. أستاذن أنا؟ عيسى رايح فين؟ رايح لأستاذ علاء. أستاذ علاء مديني شغل أكبر من حياتي. عايز يثبت لي اني ما اقدرش اعتمد عليك. مستغرب ليه؟ عشان بقول الحقيقه. أنا حاسس إنه كارهني من ساعة ما جيت هنا. مش مهم هو يكرهك، المهم انا حباك. طب بحس كده خليه يخف عليا شوية. لا انا عايزاك كده تحت ضغط الشغل عشان تاكد لي ان كل اللي بعمله عشانك انت تستاهله. ربنا يستر. عن إذنك. لا استنى يا عيسى. ده مفتاح عربيتي، افتح شنطة العربية هتلاقي فيها شنط لبس كتير. أبعت حد يجيبهم لك؟ لا جيبهم لنفسك، أنا نقيتهم لك كلهم على ذوقي، يا رب يعجبوك. هو أنا بلبس وحش؟ لا 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 خالص، بالعكس أنت بتلبس حلو قوي. بس أنا بقى عايزاك أشيك راجل في الدنيا. أنا آسف مش هقدر أقبله. داليا عم منصور، ايه اللي جابك هنا؟ انا مرات صاحب العياده، انت ايه اللي جابك هنا؟ ما هو جوز حضرتك
صاحب العيادة من زمان بيتحايل عليا عشان اجي امسك له العيادة. بصراحة في الآخر صعب عليا واضطريت أوافق. صعب عليك؟ من امتى بقى؟ من ساعة ما اتجوزك. ممكن تحافظ على كلامك شوية؟ خلاص خلينا في كلامك انت جايه له ليه بعد ما طردتيه من شقته؟ هو اللي قال لك كده؟ مش لازم يقول. واحد جاي بشنطة هدومه هيبقى جاي بيها ليه عشان يبيعها؟ ما أكيد جاي مطرود. هو اللي مشي من نفسه. ما هو من عمايلك. لو كنت انت. لو سمحت ممكن تخليني اتكلم مع جوزي شوية؟ ماشي. أقطع لك عادة ولا مستعجل؟ نعم؟ ما هو ما دام جايه العياده يبقى زيك زي اي زبون. ما قلتليش يعني انك جايه النهارده؟ انا ما كنتش اعرف ان انا جايه. تبقي اكيد جايه في حاجه مهمه. جايه اخد ورقي. يعني ايه؟ بدور على شغل بره. يا بنتي انت شفتيني جبت حد مكانك؟ لا، ما انت هتضطري ان انت تجيبي حد مكاني. وانا اللي فاكراكي عائلتي وجيتي لاختك اللي محتاسه من غيري. ما بلاش كلامك ده بقى، انت اصلا عمرك ما حسستيني ان انت محتاجه لي في حاجه، دايما محسساني ان انا اللي محتاجه لك في كل حاجه. عشان كده انت عايزه تمشي؟ ممكن تسيبيني براحتي؟ موافقه، بس مش دلوقتي. امال امتى؟ لما انت تلاقي شغل احسن من هنا وانا الاقي سكرتيره اشطر منك. مها، اكيد انت مش عايزه تزعليني اكتر من كده، صح؟ بصي، يمكن الكام يوم اللي جايين يثبتوا لك ان احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. عيسى هيشيل نص الشغل وانت هتشيلي النص التاني. اتفقنا؟ اتفقنا بقى. تعالي فضلك. اهلا يا دكتور. انت قاعده كده ليه؟ هو عم منصور ما قالكش ان هو دفعني كشف بره ولا ايه؟ والله يا جدع، ده برضه النظام نظام. طيب حس كده بقى ابقى زبونه ومن حقي انك تكشف عليا. حقك. قولي لي، بتشتكي من ايه؟ جوزي يا دكتور لم هدومه وسابني ومشي. اكيد مزعلاه ومطهقاه في عيشته. وافرض يقوم يسيبني في شهر العسل؟ هو فين العسل ده؟ نعم. قصدي يعني انت متاكده ان في عسل؟ ما هو لو كان صبر كان هيبقى فيه. انت متجوزاه عشان تعلميه الصبر؟ ما هو انا عشان بحبه ما قدرتش استنى لحد ما اخلص رساله الماجستير بتاعتي، وهو لو بيحبني استنى عليا لحد ما اخدها. طب ما تاخدي الماجستير وتاخدي معاه جوزك بالمره، اعتبريه اوفر، يعني كيس مسحوق غسيل عليه عرض. عمرك شفت واحده متجوزه اتنين مع بعض في وقت واحد؟ يعني معترفه انك متجوزه الماجستير. وفاضل لي اسبوعين اتنين بس والله العظيم اخلصها وافضل جوزي بقيه العمر. انت متاكده؟ ايوه طبعا، ده جوزي حبيبي، هو انا ليا برضه غيره. وطبعا في الاسبوعين دول هيبقى قاعد حاطط ايده على خده ومبيتاه في الصاله. لا طبعا، ما هو عشان هو بيحبني هيساعدني، يعني مثلا يعمل اتصالات بدالي، يصور لي الورق، يطبع الرسالة، يكتبها كده، يعني يقف جنبي في الوقت الصعب ده يعني يا دكتور، كلك نظر. وبعد ما يقف جنبك هفضل جنبه بقية العمر والله العظيم لحد ما يزهق مني. بجد يا مريم؟ بجد يا وسيم. طب يلا بينا، يلا بينا عشان الحق اكتب لك الرساله. وجيب لي الفيزيتا اللي انا دفعتها بره دي. ما تزقش طيب والله. انت ازاي يا بنتي ما خدتيش منه الموبايل اللي جابهولك؟ هو صحيح يا ماما اغلى موبايل في السوق، وصحيح يعني ان انا كانت عيني هتطلع عليه، بس برضه يعني انا ما ينفعش اخد حاجه من راجل انا ما اعرفوش. يا بنتي عادي، مش هو اللي كان هيخبطك بالعربيه خلى شنطتك وقعت منك فالموبايل وقع اتكسر؟ صحيح. خلاص، اللي بوظ حاجه يصلحها. مش عارفه بقى يا ماما، انا ساعتها كرامتي نقحت عليا من غير اي 60 لازمه. باين عليه راجل غني. بقول لك ايه، عربيته
ما تجيبيش اخرها. عرفتي هو مين؟ لا بس هو تقريبا كان طالع عند زفتة الطين دي المهببه اللي اسمها مها الغزالي، ما بيجيش من وراها غير المصايب. ايه راجل اعمال زيها. جايز، بس برضو يا ماما انا ما كانش ينفع اخد حاجه من واحد ما اعرفوش، صح ولا غلط؟ طيب تفتكري هو؟ مش عارفه معقول. معقوله يكون جاب عنواني وجايب لي الموبايل؟ ايه البجاحه دي؟ هيثم؟ ومالك بتقوليها من غير نفسي كده ليه؟ لا بس انت يعني ما قلتليش انك جاي. عملها لك مفاجأة. ايه ده؟ ايه ده؟ موبايل جديد بدل اللي اتكسر. لا ما تقولش يا عيسى بجد. بس خلي بالك ده لو اتكسر انا مش هجيب لك حاجة تاني. الله ده حلو قوي. الله ربنا يا ابني ما يحرمكوش من بعض. بس ده باين عليه غالي قوي يا عيسى، ده معدي ال 1000 جنيه. انت جبت فلوسه منين؟ من عرق جبيني والله. واحد صاحبي شغال في الموبايلات اخدته منه بالقسط. تعبناك معانا يا ابني، مش كفايه عليك الاقساط اللي بتدفعها كل شهر؟ كله يهون يا خالتي. المهم ساره ما تقعدش من غير موبايل. لو طلبت حته من السما هجيبها لها. طب يلا ادخل يا ابني على بال ما اعمل لكم الشاي. تعالي ادخل. نورتيني يا رانيا. ميرسي قوي يا مها. واضح ان ياسر بيعتمد عليكي في كل حاجه. ما عندوش اخت تانية غيري. مش بس كده، انا سامعه انك شاطره ومديه كل وقتك في الشغل. الحل من بعض. قولي لي، نعيم عارف ان احنا داخلين المناقصه مع بعض؟ اكيد، مفيش حاجه بتستخبى عليه. يبقى هيحاول ينزل السعر. احنا لازم نقدم عرض كويس. على فكره ياسر قال نفس الكلام بالظبط. هايل. ايوه هيثم، ممكن تجيب لي صوره من السجل التجاري والبطاقه الضريبيه؟ ماشي، باي. انا الجمعه والسبت هبقى في العين السخنه. ايه رايك نتقابل الحد يكون المحامي خلص العقود؟ خلاص اتفقنا. اتفقنا. تعالى يا عيسى. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مس رانيا؟ ازيك يا هيثم؟ واضح ان انتوا تعرفوا بعض. اه طبعا. عيسى كان هيشتغل معانا. قال لي. بس على العموم برضه هو شغال معاكم، ما احنا مصلحه مشتركه. اكيد. بعد اذنكم. اتفضل. رانيا، دي صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتخيل لشكل العطا. أنا مش عايزاكي تكوني قلقانة ولا ياسر كمان. اكيد. ميرسي قوي يا مها. استأذن انا. باي باي يا حبيبتي. باي باي. 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 مس رانيا اتفضلي. ايه ده؟ دي مقلمه بدل اللي وقعت عندك في المكتب. انت لسه فاكر؟ اصلها كانت عجباني ودورت كتير قوي قبل ما لقيت حاجه شبهها. مش انت اللي كسرتها؟ خفت اكون انا السبب. لا خالص. طيب يا رب تعجبك. ميرسي قوي يا عيسى. عفوا. عن اذنك. اتفضلي. ورقة جوازنا أكيد هنا. ما هو لا يمكن هيسيبها في الشقة، يخاف لا تقع في إيدي. وبرضه مش هيسيبها في الفيلا، ممكن مامته أو أخته يشوفوها.
لا مفيش، انا قلت بس يعني ما فاضلش حد الا احنا في الشركه، فكنت حابب اسالك يعني لو تتغدي معايا. لا ميرسي يا ماهر، انا هتغدى انا في البيت. ايوه بس انت واضح ان انت لسه قدامك شغل كتير. اصل مستر ياسر طلب مني ادور له على اوراق ضايعه منه تمام، يبقى سندوتشين كده تصبيره مش هيخسروا. طيب خلاص اوكي، بس روح هاتهم انت يا ماهر عشان ما يبعت لناش اي حاجه. يا لهوي، من العين دي قبل العين دي، بسيطه خالص. وليد، مساء الخير. مساء النور. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ هتفضلي كتير كده مش فاضيالي ولا ايه؟ معلش يا وليد، انا الفتره اللي فاتت يعني كان عندي شويه شغل. لا يا رانيا، في حاجه جواكي مغيراكي. ليه بتقول كده؟ عشان انت طلبتي ان احنا نأجل الجواز، وواضح انك ناسيه ان احنا لسه ما اتخطبناش رسمي لحد دلوقتي. بصراحه يا وليد انا خايفه اظلمك معايا، وكمان انا حاسه نفسي يعني مش جاهزه للجواز دلوقتي. ويا ترى بقى بتقولي الكلام ده ليه؟ في حاجه انا ما اعرفهاش؟ حاجه زي ايه؟ يعني يكون في حد تاني في حياتك. ايه اللي انت بتقوله ده يا وليد؟ حاسب على كلامك وانت بتتكلم معايا. بقول لك ايه يا رانيا، اوعي تكوني فاكره ان انا جاي هنا اتحايل عليك عشان تتجوزيني. انا اعرف انساكي كويس قوي، ولو فينا حد هيخسر في الاخر مش هيبقى انا. بعد اذنك. ايه رايك في الاوتيل بتاعي؟ حلو قوي ما شاء الله. دي الحاجه الوحيده اللي ما ورثتهاش. جهزته بنفسي وشطبته على ذوقي. بحس ان ده اصعب امتحان عندي في الدنيا. ان شاء الله تنجحي فيه. هننجح سوا. بالنسبه لي انا هعتبره امتحان مفاجئ. ما تخافش، هقعد جنبك وهشاشك. بيتهيألي انت محتاجه تريحي شويه. لا، انت اللي تعبان من السواقه ومحتاج تريح. هسيبك تنام ساعه واحده وبعديها هاجي اخبط على اوضتك عشان نكمل شغل. خبطتي عليا؟ ما انا في الاوضه اللي جنبك. طيب عن اذنك. اتفضل.
ما ترد. ماشي مش هسيبك على فكرة. ماشي يا عيسى، حلو قوي ده، تمام قوي كده. ايه في ايه؟ صوتك جايب لغايه اخر الدنيا. مش عارفه، عيسى قال لي انه مسافر مأمورية شغل في اسكندريه ومش بيرد عليا. هتلاقيه مشغول في المأمورية. ولا تفتكري يكون مع الست هانم صاحبه الشركه؟ بقول لك ايه، اهبطي شويه، يلا تعالي اتغدي معايا وهتلاقيه بيكلمك دلوقتي. طبعا، عشان يكون لحق يخبيها في اي حته. انت ما فيش فايده فيكي بقى، انا هروح اتغدى لوحدي. ايه ده؟ ماشي يا عيسى، ماشي يا عيسى. فكرك يعني انا مش هعرف انت كنت فين؟ ماشي. طب ايه رايك بقى لو رنيت عليا مش هرد عليك، بشوف مين اللي هيعبرك. عيسى، الو، مين معايا؟ ايه ده؟ لا انا كده هزعل على فكره. لسه ما سيفتيش رقمي لحد دلوقتي؟ انا ياسر يا ستي. ياسر بتاع الموبايل اللي ما رضيتيش تاخديه بدل اللي اتكسر. وعايز ايه بقى يا عم ياسر يا بتاع الموبايل؟ مفيش، يعني حاسس ان احنا لسه ما خلصناش كلامنا. ايه رايك؟ انا عندي مكان لطيف جدا، ممكن نقعد ونكمل كلامنا براحتنا. لا انت باين عليك فايق بزياده. بص بقى يا عم ياسر يا بتاع الموبايل، انا عايزاك تنساني خالص زي ما انا كنت نسياك كده بالظبط. ولعلمك انا جبت موبايل جديد، يعني ممكن اعمل لك بلوك في اي لحظه. بلوك ليه بس؟ لسه بدري قوي على الموضوع البلوك. وبعدين لما تقعدي معايا وتسمعي كلامي ممكن رايك يتغير، صح؟ لا معلش، اصل انا موفره وداني، يا ريت انت كمان بقى توفر لسانك وتفكك مني خالص. الو الو الو. ماشي يا عيسى. جيت السخنة قبل كده؟ 3 مرات تقريبا. أنا كنت باجي كتير مع رحلات الكلية. طب وانت ايه اللي خلاكي تسيبي الكليه قبل ما تتجوزي؟ مفيش يا عيسى، بابايا ما كانش لاقي شغل وماما كانت محتاجة تتعالج بره، واختي كانت محتاجة تكمل كليتها. فجأة لقيت نفسي عشان أنا الكبيرة لازم أنا اللي أدفع الثمن، وأتجوز راجل أكبر مني ب30 سنة وأدي الثمن لعيلتي كلها. ايوه بس الثمن ده انت اخدتيه، لقيتي سيده اعمال وصاحبه اوتيل. أنا ما اتجوزتش حسين عشان فلوسه، أنا اتجوزت حسين علشان أعيش معاه دنيته، لأن دنيتي ما كانتش عاجباني. ايوه بس كده الصفقه ما تبقاش خسرانه. أنا كنت بقول زيك كده، بس حسين كان بيحبني قوي وأنا اديته كل حاجة، بس اكتشفت بعد ما مات إن أنا عندي حاجات كتير قوي لسه ما اديتهاش لحد. عارف يا عيسى، أي ست بتفرح لما بتلاقي راجل بيحبها، بس ما بتلاقيش نفسها بجد غير مع اللي هي بتحبه. يلا بينا. يلا. فاضي شوية؟ هاتي موبايلك ثواني. خير، في حاجة؟ بس هو في حد مش عايز يرد على موبايلك؟ مش أول ما رد. دي مين بقى اللي تقلانة عليك ومش معبرك؟ لا هو مش وقتك خالص على فكرة. تعرف حالك هيتصلح امتى بجد؟ لما تحب بجد.
بس لما اعرفها الاول عشان اعرف احبها ولا لا. دي البنت بتاعت الموبايل مش كده؟ خلينا في الشغل احسن. الفايل اللي معاك كده. ده يا سيدي العرض اللي مقدمه لنا مها غزالي الخاص بالمناقصه. قريتيه؟ بصراحه هي ست شاطره جدا، وافتكر ان عرض زي ده ما نرفضوش. يعني هيكسبنا ها؟ ونقول بقى باي باي لنعيم، بس نعرضه على شريف الاول. لا، شريف اليومين دول مشغول معايا مراته. مش هيوافق على المنصه ديت طالما موجود فيها مها، فمش هيوافق على اي حاجه هي هتقدمها. ايه ده، هو انت كده مضيت خلاص؟ ايوه. المناقصه ديت هي الحصان الوحيد اللي اقدر اراهن عليه اليومين دولت. اتفضلي. أنا خلصت كل شغلي وأنا مش شايفة أي زباين بيجوا. هي فرصة حلوة عشان ناخد راحتنا في الكلام مع بعض. هنتكلم في إيه بس؟ اللي مش قادر أقولك بقالي سنين. أنا بحبك. هو بقى ده اللي أنا كنت خايفة منه. قصدك تقولي هو ده اللي أنت كنتي حاسة بيه. معقولة واحنا في السن ده يا مختار؟ وماله السن ده؟ يا سلام. ده هو ده السن اللي احنا فعلا محتاجين بعض فيه. إيه، أنت اخترعت موضوع المحل ده عشان نفضل مع بعض طول النهار، مش كده؟ أيوه. وكمان عاوز أجوزك عشان تفضلي معايا بقية عمري. أنت بس قولي لي إنك موافقة وأنا هروح أطلب إيدك فورا من ياسر. تكسفي مني؟ معقولة؟ بعد العمر ده؟ أهلا أهلا أهلا. ما قلتليش يعني إنك جاي. ألف مبروك على المطعم الجديد. بس ما قلتليش يعني إن طنط نوال بتشتغل معاك فيه. وأنا كنت هلاقي شيف أحلى منها ولا أشطر منها عشان تشتغل معانا؟ طبعا، أمال إيه؟ واضح كده إنها كمان بتطبخ لك لوحدك. طيب عن إذنكم عشان عندي شغل. أنت ليه شغلتها معاك؟ بتكافئها عشان بنتها سابتني؟ عارف لما تكون طول عمرك بتدور على حاجة ومش عارف هي إيه؟ مش عارف هتلاقيها إمتى وفين، فجأة كده تلاقيها قدامك. أهو ده إحساسي من أول يوم شفتك فيه، لما كنت بتوصلني لما البلطجية اللي بعتهم ابن جوزي طلعوا علينا. تصدق بإيه يا عيسى؟ أنت حتى لو ما أنقذتش حياتي أنا برضو كنت هحبك. تعرفي إنك جريئة أوي. لما أنا ما كنتش هقدر أستنى. أنا فعلا بحبك. لو أنا اللي كنت فاكر إن أنت جايباني هنا عشان نتكلم في شغل. اسمع يا عيسى، أنا ست عملية. أنا هعرض عليك أهم وأكبر صفقة في حياتك. نتجوز، وكل واحد فينا يدي التاني اللي هو مش هيلاقيه عند غيره. أيوة بس بس إيه يا عيسى؟ بقول لك بعرض عليك أهم صفقة في حياتك. ترد كده بسرعة. بس أنت عارفة إن في حد تاني في حياتي. عارفة، وعارفة إنك بتحبها، بس ده قبل ما تشوفني. اسمع يا عيسى، أنت عاجبني وأنا كمان عاجباك، وما بطلتش التفكير فيا من أول يوم شفتني فيه. ولو أنا مش متأكدة من ده ما كنتش عرضت عليك الجواز دلوقتي. وخطيبتك دي مش هتحبك قدي، ولا هتعرف تديك اللي أنا هديهولك. ولو هي حقيقي بتحبك وخايفة على مستقبلك هتسيبك ليه؟ الو، هي دي كل الصور اللي انت صورتها له؟ طيب تمام، لو في اي صور تانية جديدة تبعتها لي على طول. بقول لك ايه،
لو شافوك او حسوا انك مراقبهم اهرب فورا قبل ما يعرفوا مين بعتك. فهمت؟ سلام. أنا هعرض عليك أهم وأكبر صفقة في حياتك. نتجوز، وكل واحد فينا يدي التاني اللي هو مش هيلاقيه عند غيره. وخطيبتك دي مش هتحبك قدي، ولا هتعرف تديك اللي أنا هديهولك. ولو هي حقيقي بتحبك وخايفة على مستقبلك هتسيبك ليه؟ أنا في الأوضة اللي جنبك، وبابي هيبقى مفتوح لك على طول. لو احتجت أي حاجة أنا جنبك. الو، يظهر كان عندك حق. مفيش حد هيحبني اكتر منك. بمناسبة ايه الكلام ده يا عيسى؟ بمناسبة ان انا بقالي يوم بحاله ما شفتكيش. انت فين؟ ما انا قلت لك ان انا في مأمورية في اسكندرية. لوحدك؟ لوحدي. ترجع امتى؟ بكرة هكون عندك ان شاء الله. طب خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. صباح الخير. وعلى النور. ما شفتكش على الفطار. مش جعان. أنا كمان لما ما لقيتكش ما رضيتش آكل. أخليهم يطلبوا لنا الفطار هنا؟ لا، ما انا اصلي هنزل مصر دلوقتي. بس ده ما كانش اتفقنا. مش هقدر اسيب ابويا لوحده اكتر من كده. قولي انك هربان مني يا عيسى. تعرفي انك فرصه حلوه قوي واي حد يتمناها الا انا. مش عارف اذا كنت هتعرفي تفهميني ولا لا. ساره فعلا ممكن تسيبني ليكي لو عرفت ان ده في مصلحتي، بس انا اللي مش هقدر اسيبها. من ساعه ما اتولدت وانا ما جربتش اعيش من غيرها، وطول الوقت حاسس ان انا عايش ليها. لو سبتها هبقى بظلمك اكتر ما هظلمها، لان مش هيبقى عندي حاجه اديها. الدرجه دي انت خايف منها؟ خايف عليها وخايف على نفسي من غيرها. مش خايف على نفسك من غيري؟ دي استقالتي، انا كتبتها امبارح قبل ما انام. ليه؟ ما هو انت اصلك بالنسبه لي باكج على بعضه، مش هينفع اخد منه حته واسيب الباقي. بس انت كده تخسر كتير يا عيسى. عارف، بس هفضل كسبان نفسي. عن اذنك. لا دلوقتي مش هينفع. انت ايه حكايتك النهارده؟